السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جاي لكم بيوم جديد، فيديو جديد. فيديو النهارده كده حاجه جميله عظمه كده، هي ولا كيكه ولا بسبوسه، حاجه كده دايبه في البق دوب. دي كيكه الرواني. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول ونروح نشوف مكوناتنا ايه. بس عايزه قبل ما ابدا الفيديو تسمي الله، واللي تشتركوا في القناه اللي لسه مشتركش في القناه يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل. عايز يشوف اللايك الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده بقى المكونات: 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، هنحط عليهم كيسين فانيليا. معانا هنا كده كوباية الا معلقتين سكر بمعدل 170 جرام. هنضربه بقى في الخلاط بالهاند بلندر، مضرب كهرباء، اي حاجة، بس لازم تضربوهم قوي كده علشان ايه السكر يدوب، ولازم يبيض كده ويبقى شبه الكريمة كده. معانا هنا نص كوباية لبن بمقدار 100 جرام لو هتوزنيها. كوباية زبادي كبيرة. معانا هنا نص كوباية زيت، هي 100 جرام بزيت. انا بقولك المقادير اهوت بالميزان وبالكوباية بالمعيار. هنضرب بقى الخليط ده كله مع بعضه كده. هنا خلاص ضربنا الخليط كله في بعضه كده. معانا هنا 3 معالق جوز الهند، هي مبشورة بس هي مش مبشورة، مش ناعمة قوي يعني. معانا هنا كوباية دقيق سميد، هي تقريبا 135 170 جرام. ومعانا هنا كوباية دقيق 135 جرام. هننخلها كده. هتقولي ما دقيق السميد كوبايه والدقيق كوبايه، لا هو الدقيق السميد تقيل شويه عن الدقيق الابيض. هناخد معلقه بيكنج باودر كده كبيره، دي الماده الرافعه. نكمل بقيه الدقيق ننخله، هي كوبايه دقيق واحده بس. ننخل بقى كل ده عشان لو في شوائب او اي حاجه تطلع في المصفى. هنضيف هنا كده ذره ملح صغيره خالص، ونقلب كل ده بقى الخليط كله مع المضرب اليدوي وكده نقلبه خالص. وهنا نكون مشغلين الفرن يسخن على ما نخلص، يعني هي مش بتاخد وقت خالص. هنا هنضيف عصرة ليمونة كاملة ومعلقة خل ابيض. هنقلب برضك كل ده الخليط مع بعضه كده. في الوقت ده يعني برضك اما نقلبه كده نروح نجهز صينيه بقى متبطنه بالزيت ومعفره بالدقيق كده عشان نصب الخليط فيها على طول. يلا بقى، عايزاكم تصلوا على النبي كتير، واللي لسه محطش لايك ينزل يحط لايك. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا العظمه دي هتطلع عامله ازاي. هنصب كل الخليط كده في الصينيه دي. الصينيه مقاس رقم 2 في الطقم دوت، الطول دوت، او مقاس 28 لو حابه تحطها في صينيه مدوره يعني. هنخبطها بقى خبطتين كده، يكون الفرن سخن. نخبطها خبطتين 3 كده عشان لو اي هواء اي حاجه فيها تطلع. نروح بقى نحطها في الفرن على درجه حراره 170، نسيبها تقريبا 35 دقيقه. نرجع بقى نعمل بقى الشربات بتاعها عشان برضك هنعوزه سخن. هنا معانا كوبايتين سكر على كوبايتين ميه.
معانا هنا باكت فانيليا، نضيف عليها عصرة ليمونة كاملة. طبعا احنا عارفين السكر مش هيدوب الا بالسخونية بتاعة البوتاجاز، فنروح نرفعه على البوتاجاز الاول، ما ندوبش اي حاجة خالص، نوضع على البوتاجاز على طول. شوفوا هو بيدوب اهو، بقى نقلبه. بعد كده بقى هيغلى معانا، نسيبه ياخد غلوتين 3. احنا مش عايزينه يكون تقيل قوي، احنا عايزينه شكل بتاع الشربات بتاع البسبوسة بالظبط. غلوتين 3 كده، يعني بتاع 15 دقايق، ونقوم ايه يعني ما يغيبش خالص، ما يكملش 5 دقايق بس. وبعد كده نطفي عليه بقى، ونروح نشوف بقى الصينية ما تطلع من الفرن. شوفوا ما شاء الله، هنا بعد ما طلعت من الفرن اهي جميلة. هننزل بقى عليها بالشربات يكون سخن، وهي سخنة نعملها نفس طريقة البسبوسة بالظبط. نسقي الشربات اهو، هي كل ما تسقى الشربات كل ما ترتفع في العلو، لان هي طبعا بتشرب الشربات وبتنفش. هنسيبها لحد ما تهدى شوية من الشربات، ونرجع نسقاها تاني لحد هتاخد معانا الكمية كلها، ويكون سكرها مظبوط وتمام. هنا سيبناها هدى اهي بتشرب الشربات، نروح بقى نصب الباقي. شوفوا ما شاء الله، تحسوا ان هي بتعلى معايا اهي. نكمل عليها بقية كمية الشربات. هو مش هيبقى كتير ولا حاجة، هو يدوبك على مقدار بتاعها يعني. هنا خلصنا كمية الشربات خالص اهي، نغطيها بقى بحاجة إيه يعني ترد كده، وبعد كده نرجع لها تاني. هنا هي بعد ما خلاص يعني بردت، برضك نسيبها تبرد. وكل لو باتت لتاني يوم بتبقى اجمل واجمل، لان داخل فيها دقيق السميد ده حلوة قوي. لو باتت بتبقى حلوة. ناخدها بقى نقطعها كده طول وعرض على القطع اللي انت عايزاها. طبعا احنا حاطين فيها جوزة الهند، هنحط عليها بقى جوزة الهند كده من فوق على كل قطعة كده نزينها. ممكن لو انت حابة تعملي لها كريم شانتيه ممكن تعمليه، وكريز برضك لو انت حابة تزوقها من فوق بكريز. زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل قوي، والله بصراحة اطعم من اللي بتتشرى كمان من محلات. حلوة قوي، عايزاكم تجربوها بقى. هنطلع بقى خرطة كده ونشوفها جميلة. شوفوا قد ايه اصلا منفوشة وحلوة، والشربات بتاعها حلو ومعقول، وحاجة برضك بتدوب في البق كده. عايزاكم تجربوها بقى وتقولوا رأيكم فيها. يلا بقى، عايزة اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم معكم ياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.